ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل النهاردة ان شاء الله قرع عسل بالبشاميل. شكلها تحفة وطعمها خرافي، طعمها لذيذ جدا. والقرع العسل طبعا كلنا عارفين ان هو مغذي جدا. فايه، بصوا الشكل التحفة ده والطعم خرافي يا جماعة. فيلا نسمي بسم الله ونشوف عملنا التحفة دي ازاي. معايا هنا القرعاية العسل الجميلة دي حوالي 2 كيلو صغيرة. طبعا الأحجام أكبر من كده، كل واحد يشتري على قد ايه المقدرة بتاعته. انا اشتريت قرع صغنونه. هنبتدي بقى ايه نقطعها كده بالطول مش بالعرض. قرع العسل بيتقطع بالطول بالشكل ده كده. تمام. اهو هنقطعها كده ونبتدي بقى ايه. بصوا القلب بتاعها ده هنبتدي نفرغه كده بايه بمعلقه. هنجيب المعلقه بتاعتنا ونبتدي نطلع كل القلب بتاعها ده. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. قرع العسل يا جماعه من الحاجات المغذيه جدا المفيده جدا. ما شاء الله، يعني حاجة تحفة. وبس يعني أكتر حاجة شهيرة في قرع العسل هو قرع العسل بالبشاميل، ولكن احنا بنعمل منه حاجات كتيرة. هو المشهور فيه البشاميل، قرع عسل بالبشاميل. صراحة هي وصفة حلوة جدا وتحفة. بصوا نضفناها بالشكل ده كده، وهنعمل الجزء التاني برضو بنفس الشكل. خلاص احنا كده نضفناهم بالشكل ده من كل القلب اللي فيها والبذر والحاجات دي. هنبتدي بقى ايه نقطعها شرايح كده، ونبتدي نقشرها زي البطاطس بالظبط كده. نبتدي نقشرها كده اهو. نبتدي نقشر كده. طبعا لو القطعة كبيرة عليكي تقدري تقسميها نصين زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. انا هنا اول قطعة قطعتها كانت كبيرة عليا شوية، فمش عارفة اقشرها كويس بالشكل ده كده، وغلبتني واخدت مني وقت. فانا عايزة قطعة ما تاخدش مني اي وقت. بصوا هو احنا كده خلصناها قشرناها تماما بالشكل ده كده اهو. هنبتدي بقى ايه نقطعها. بصوا بقى، عايزه تسهلي على نفسك فاقطعها شريحه صغيره كده بالشكل ده، وابتدي اقسمها نصين اهو. تتقشر معايا بقى بكل سهوله اهو. تقشر معايا بكل سهوله ومش هتغلبني، وفي ثواني معدوده اكون خلصتها كلها بالشكل ده كده. تقشيره سهل اهو. تمام. هنا خلاص انا خلصت كل الكميه تقشير بالشكل ده. هنبتدي بقى نقطعها. اللي عايز يقطعها مكعبات هتشوف بالطريقه دي. بصي كده، احنا بنقطعها مكعبات كده بالشكل ده. لو انتي حابه تقطعيها مكعبات، انما انا ما بحبش اقطع قرع العسل مكعبات. سواء هعمل منه مربى او سواء هعمله بشاميل زي النهارده كده، فانا ما بقطعوش مكعبات. هتشوفي الشكل اللي انا بقطعه كده. للي حابب يقطعها مكعبات فبتتقطع بالشكل ده. طبعا انا مش جايه اعرفكم، كلكم شطار جدا، ولكن احنا بنتعلم من بعض، بنتعلم مع بعض بالشكل ده كده. دي المكعبات. انا بقى بقطعها نص شريحه. يعني انا باخد الشريحه اللي انا قطعتها دي اقسمها نصين بالشكل ده، بتبقى شرايح طوليه بالشكل ده. تمام اهو كده. زي ما انتوا شايفين، اخد الشريحه اللي انا قطعتها اقسم منها شرايح رفيعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا مش بوصل للاخر بالشكل ده. نص شريحه كده. انا بحبها كده، بحب يعني يبقى فيها قطع، مش بحبها دايبه خالص او مهروسه خالص. زي ما انتوا شايفين كده نقطعها نص شريحة. الشريحة بالطول اقسمها بنصين شرايح زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو كده. نبتدي برضو نقطعها كده شرايح اهو. انا خلصت كل الكمية، هي بالظبط كانت 2 كيلو بالظبط، بعد طبعا ما طلعت منها القلب والقشر. يعني انا وزنتها بعد ما قشرتها وقطعتها، كانت 2 كيلو بالظبط الصافي بتاعها اهو. طبعا انا مش هعمل ال2 كيلو كلك، انا هخزن منها وهعمل منها صينيه قرع العسل النهارده بالبشاميل معاكم. بصوا الشريحه رفنطوعه كده بالشكل ده، والسم كده. خلاص
هبتدي بقى ايه، اخد الكيلو ده، كيلو قسمت وخدت منه كيلو، وزنتها وخدت منه كيلو واحد بالشكل ده. احطه في الحلة بتاعتي اللي انا هسويه فيها، واضيف عليه كوباية من السكر. كيلو قرع العسل بياخد كوباية سكر. هنا يا جماعة بعد ما ضفت عليه السكر هغطيه واسيبه بقى، اقل وقت تسيبيه ساعة، واكتر وقت تسيبيه من بالليل للصبح. وده الكيلو اللي كان فاضل قسمته على كيستين، وهفرزه بالشكل ده بدون اي اضافات. تمام. خلاص. هنا بقى قرع العسل بتاعي، بصوا انا سبته صراحة 5 ساعات. تمام، ما كانتش ليلة كاملة وما كانتش ساعة واحدة، هما كانوا 5 ساعات بالظبط. تمام. اهو بصوا كمية المية اللي نزلها قد ايه. اهو هيستوي بقى ايه في المية بتاعته دي، انا مش هضيف اي مية تانية. خلاص هو هيستوي في ميته والسكر اللي احنا ضفناه عليه. هنشغل عليه النار بقى ونسيبه يغلي غلوة كده محترمة على نار عالية بالشكل ده كده. وبعدين هوطي عليه النار على نار هادية كده واسيبه يستوي براحته لحد ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيشرب كل بقى المية بتاعته ويبقى بالشكل ده كده. تمام. في المرحلة دي انا خلاص طفيت عليه النار، هبتدي اضيف معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة. تمام. بالشكل ده كده، وابتدي اقلب الفانيليا كده فيه واركنه على جنب لحد ما نحضر البشاميل بتاعنا. انا مش ههرسه ولا حاجة، انا هسيبه زي ما هو كده. هنجيب الحلة عندنا ونضيف فيها 3 معالق من السمنة. تمام. واضيف كمان شوية من الزيت كده، معلقة زيت كبيرة. وابتدي اسيبهم لما يسيحوا مع بعض كده. ابتدي انزل بالدقيق معايا 3 معالق من الدقيق، 3 معالق دقيق و3 معالق سمنة ومعلقة من الزيت. وابتدي احمر الدقيق كده ايه في السمنة بالشكل ده كده لحد اللون بتاعه ما يفتح، يبقى ابيض كده او فاتح كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنزل بقى معايا باللبن، معايا هنا نص كيلو من اللبن. هبتدي كده اقلب شوية بشوية واقلب بالشكل ده. تمام زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اخلص كل كمية اللبن اللي معايا. تقليب مستمر لحد الدقيق ما يدوب. هضيف لكل معلقة دقيق معلقة سكر. تمام. انا ضفت 4. التحلية بقى على ذوقك. تمام. بس هو الاساس لكل كوباية دقيق، لكل معلقة دقيق معلقة من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا. تمام. معلقة سكر لكل معلقة دقيق ومعلقة فانيليا على الكل. ابتدي اقلب كده لحد القوام ما يتقل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو خلاص غليت معايا كده. هجيب نص معلقة كده من السمنة البلدي بتاعتنا الحلوة دي، وابتدي اطفي على البشاميل واقلبها. تمام. اخر حاجة هضيفها خالص بالشكل ده، بتدي طعم حلو جدا للبشاميل وغني كده. هجيب الصينية الجميلة بتاعتي دي وادهنها كويس بالسمنة البلدي، ورشها رشة محترمة من البقسماط المطحون. وبعدين احط عليها كبشتين كده محترمين من البشاميل اللي احنا عملناه مع بعض، البشاميل الحلو ده. تمام. واسويه كده. وبعدين يا ستي اجيب قرع العسل بتاعي الجميل ده وابتدي انزل بيه على البشاميل، وابتدي اسويه بالاسباتيولا بتاعتي. ولو هو طلع على الوش بشاميل مفيش اي مشكله، هي كده كده هنحط عليها بشاميل اساسا هنغطيها. تمام. اهو نضيف بقى على الوش كده باقي البشاميل بتاعنا. طبعا في المرحله دي ممكن تضيفي اي نوع مكسرات انت بتحبيه، بس انا حبيت اعملها كده ساده. تمام. لو حابين تضيفوا سوداني، فستق، اي نوع مكسرات عندكم هتضيفوه قبل الطبقه الاخيره من البشاميل في النص كده مع القرع العسل. طيب سويت كده البشاميل. اخر مرحله معايا هجيب كده معلقه كبيره من السكر وابتدي ارشها كده على الوش، على وش البشاميل. هتتكرمل بقى وتديني طعم ولون تحفه. انتوا هتشوفوا اللون دلوقتي او زي ما شفتوه في الاول الفيديو. ده شكلها قبل ما يدخل الفرن، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. هي ما كانتش عايزه تتزين اصلا، والله كان شكلها تحفه وطعمها خرافي، بس انا زينتها بكريز وشويه كده من ورق النعناع. بصوا الشكل، بصوا، بصوا الحلاوه والجمال. ولا خرابي على الطعم ولا الريحه اللي كانت جالبه الشارع، ما شاء الله. يلا تشطري كده وقومي جربي الوصفه. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش الاشتراك في القناه
وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش من صالح دعواتكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.